شوفوا كيف ما شاء الله اللحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الجميع. اليوم بسوي معاكم ان شاء الله مدفون لحم عقل بطريقة سهلة وبسيطة. هذا لحم عقل مع العظم، طبعا صغير. شوفوا كيف اللحم جدا طري ما شاء الله تبارك الله. عندي البهارات عبارة عن كزبرة، كمون، وهذا الكمون وفلفل اسود وملح خشن، اخلط الجميع مع بعض. يفضل تكون البهارات خشنة. طبعا عندي فلفل وبطاطس وبصل. ارش البهارات بهذا الشكل على اللحم ما شاء الله تبارك الله. اذا كان اللحم صغير وطيب ما يحتاج نكثر البهارات، بس شوي ما شاء الله تبارك الله. وهذا بعد ما تبلت اللحم، شوفوا كيف، يا سلام. تخيلين كيف لما يكون مستوي مع البهارات هذه ما شاء الله تبارك الله. ركزوا البهارات تكون خشنة عشان يطلع معاكم ألذ لحم مدفون. والحين بسم الله، عندي هنا ورق الزبدة والقسطير الألمنيوم. أضع ورق الزبدة بحيث أنها تحفظ اللحم ما ينحرق، بنفس الوقت ما يتأثر من الألمنيوم. أضع قطعة من البطاطس، قطعة من البصل، وضع اللحم، وحاول أن أنا أضع اللحم معه شحم علشان الشحم يطري اللحم. هنا أسكره بهذا الشكل. بسم الله. أحاول أسكره مضبوط بحيث إنه الطبخ ما تتسرب السوائل من اللحم، في نفس الوقت ما يتسرب البخار وينشف. ما شاء الله تبارك الله بهذا الشكل ما شاء الله تبارك الله. وهذا المدفون بعدما لفيته بالقسطير مع ورق الزبدة ما شاء الله. والخطوة الأخيرة عندي هنا قدر الضغط. طبعا حطيت وعاء بالأسفل، هذا دائما أحط فيها للحنيذ، بس مع ضغط الهواء لما أحطه كذا يسحب ماء ويصبح بهذا الشكل. القليل من الماء ونزل بسم الله. أحاول أوسط الصحن الصغير. هنا عندي أول قطعة، ثانية، ثالثة، هذه القطعة الرابعة، وكذا خلاص سكن القدر. طبعا أول ما يبدأ يصدر القدر صوت، أهدى النار واحسب له ساعة ونص إلى ساعتين. إذا تشتوه يكون ذايب ذوبان، بس النار تكون هادئة جدا بعد التصفير علشان يستوي بالراحة ويذوب معاكم صح. خليكم بالانتظار. ما شاء الله تبارك الله. مثل ما تكلمنا، أول ما يبدأ يصدر صوت نهدى النار، نحسب له ساعة ونص إلى ساعتين على نار تكون هادئة جدا. شوفوا كيف النار، بحيث ان الماء ما ينشف ويتبخر، يحافظ على البخار بالقدر. وعلشان نضبط احلى رز شعبي مع اللحم المدفون نحتاج هنا ماء وبصل. ركزوا على الرز الشعبي هذا كيف بيكون. ونضيف البهارات الصحيحة. عندي عودين قرفة، هيل وقرنفل، ملح، ملح خشن، زيت طبخ او زيت زيتون. انا بستخدم زيت زيتون. بسم الله. اخليه يطبخ. اضافة الفلفل، فلفل احمر واخضر، وخليه يطبخ لمدة 20 دقيقة اقل شيء حتى استخلص. وصارت البهارات والفلفل والبصل والزيت. وبسم الله ما شاء الله. بستخدم رز منثور، رز بسمتي عنبر هندي من شركة الغذاء العربية. طبعا الرز جربته معاكم قبل سنة إذا تذكروا. الرز جدا طيب، ولكن يحتاج شوي تنقيع، يتنقع بماء دافئ. حبة الرز كيف حلوة، نسبة الكسر فيها قليلة جدا.
ما شاء الله تبارك الله. هنا بعد ما طبخت المكونات عندي هنا الرز بعد ما شلت منه الماء، اضيفه للقدر، نحط ليمون، فلفل اخضر. ما شاء الله تبارك الله. نخلي النار عالية حتى ينشف الرز، ينشف الماء، تظهر بيوت النمل مثل ما نسميها او الفتحات هذه. نضع قطع الزبدة، ما شاء الله تبارك الله. والريحة الرز هذا طيب ما شاء الله. صح انه يحتاج شوية وقت بالطبخ، ولكن يعطيك نتيجة جدا طيبة. حبة الرز كيف البهارات اللي حطيتها معاكم، اللي قلت لكم للكبسات والمرق، نضيف منها ملعقتين كذا على وجه الرز. اوه الريحة ما شاء الله تبارك الله. عندي هنا الزعفران الطبيعي، بصل، وقليل من الزبيب البلدي. يا سلام. تغطي القدر وترفعه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة ويكون جاهز إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. والحين نفتح على الرز. يا سلام يا سلام، ما شاء الله تبارك الله. شيء ولا ألذ من كذا، ما شاء الله تبارك الله. الحين أول شيء نرفع الكشن هذه على جنب علشان نعرف نضبط الأمور صح. ما شاء الله تبارك الله. وهذا ألذ رز شعبي. والحين بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. وهذا المدفون جاهز. يا سلام يا سلام. نفتح الحين المدفون ونشوف كيف. ما شاء الله تبارك الله. وهنا بسم الله أول قطعة مدفون نشوف كيف. يوه ما شاء الله تبارك الله. صلاتي على النبي. ما شاء الله. شوفوا نتيجة المدفون كيف. اللحم ذايب ذوبان. ما شاء الله تبارك الله. نار نار نار. ما شاء الله تبارك الله. أبو كيف ما شاء الله. الله تبارك الله. يا سلام يا سلام. سلام. تسلم يدك يا شيخ. ما شاء الله تبارك الله. وهذا كان الشكل النهائي للمدفون.